تخيل معايا إن برشلونة يطلع بخط دفاعه لحد نص الملعب ويضغط على الأهلي بكل لاعبيه، والأهلي في لحظة واحدة ينجح في كسر مسافة التسلل بتمريرة مباشرة في المساحة اللي ورا الدفاع. هنا بالضبط ممكن يتحول سلاح برشلونة لأخطر نقطة ضعف عنده، ودي مش مجرد مباراة بين الأهلي وبرشلونة، دي مواجهة بين مدرستين مختلفتين في كرة القدم. برشلونة مع هانز فليك والضغط العالي وخط الدفاع المتقدم، والأهلي مع حسين عموتة اللي بيميل أكتر للعب المباشر واستغلال التحولات. فهل الأهلي يقدر يستغل المساحات اللي برشلونة بيسيبها وراه؟ وهل اللعب المباشر عند عموتة ممكن يكون المفتاح اللي يخلي الأهلي أخطر فريق في المباراة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب القهوة. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نشوف على السبورة إزاي ممكن تتحسم المعركة التكتيكية بين الأهلي وبرشلونة. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخطة، لازم نفهم طبيعة المباراة نفسها. مباراة الأهلي وبرشلونة مش مباراة رسمية ضمن بطولة تنافسية، لكنها في نفس الوقت مش مجرد مباراة ودية عادية في فترة الإعداد. احنا بنتكلم عن كاس خوان جمبر، المناسبة السنوية اللي برشلونة بيقدم فيها فريقه لجمهوره قبل بداية الموسم، وبيستضيف فيها فريق كبير من خارج أسبانيا. وده معناه إن برشلونة داخل المباراة وهو عايز يفرض شخصيته من البداية، والجمهور منتظر يشوف شكل الفريق الجديد. وبالتالي حتى لو المباراة ودية، الإيقاع والجدية والضغط هيكونوا مختلفين عن مباراة تحضيرية عادية. وعلى الناحية التانية الأهلي بالنسبة له المباراة دي فرصة استثنائية، مش بس علشان يواجه واحد من أكبر أندية العالم، لكن علشان يختبر نفسه قدام فريق عنده منظومة تكتيكية واضحة جدا. وعلشان كده أنا مش شايف إن السؤال الحقيقي هو مين أقوى، الأهلي ولا برشلونة. السؤال الأهم هو مين هيقدر يفرض شكل المباراة اللي يناسبه. لأن لو برشلونة قدر يخلي الأهلي يدافع بالطريقة اللي هو عايزها، المباراة ممكن تتحول لمعاناة. لكن لو الأهلي قدر يخرج من ضغط برشلونة ويحول المساحات اللي ورا خط دفاعه إلى هجمات مباشرة، ساعتها ممكن تشوف مباراة مختلفة تماما. خلينا نبدأ من برشلونة، لأن أول مفتاح في المباراة هيكون برشلونة عايز يضغط الأهلي فين. هانز فليك مش بيحب إن فريقه يدافع وهو متراجع وقريب من مرماه. بالعكس، الفكرة الأساسية عنده إن الفريق يضيق مساحة الملعب على المنافس، وخط الدفاع يطلع لمسافة كبيرة، وبالتالي الأهلي هيلاقي نفسه في مساحة لعب ضيقة جدا. برشلونة يقدر يبدأ الضغط من قدام، ويقفل زاوية التمرير ويخلي اللاعب اللي معاه الكورة قدامه اختيارات قليلة، ومع كل تمريرة للخلف بيبدأ الضغط من جديد. وهنا المشكلة إن الأهلي لو حاول يخرج بالكورة ببطء وفضل ينقلها بين قلب الدفاع والحارس من غير ما يكسر أول خط ضغط، برشلونة هيكون قادر يحاصره في التلت الأولاني من الملعب. لكن في نفس الوقت الطريقة دي فيها مخاطرة كبيرة جدا، لأن المساحة اللي برشلونة بيحاول يصغرها قدام الأهلي، هو في المقابل بيسيب مساحة أكبر خلف خط دفاعه. ودي المساحة اللي لازم الأهلي يبقى مستعد يستغلها في اللحظة المناسبة. وهنا بقى نبدأ نتكلم عن أخطر سلاح عند فليك، مصيدة التسلل. الفكرة ببساطة إن دفاع برشلونة بيطلع لقدام في توقيت واحد عشان يصغر المساحة على المهاجمين ويخليهم دايما واقفين في موقف صعب. يعني لو مهاجم الأهلي اتحرك بدري، الدفاع يطلع خطوة واحدة وفجأة المهاجم يلاقي نفسه متسلل والهجمة انتهت قبل ما تبدأ. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، مصيدة التسلل سلاح ذو حدين، لأنها لو اشتغلت برشلونة بيقدر يخنق الهجمة ويستعيد الكرة بسرعة. لكن لو الأهلي عرف يكسرها بالتوقيت الصح، الموقف بيتقلب تماما. تمريرة واحدة في ظهر الدفاع والانطلاقة في اللحظة المناسبة ممكن تخلي مهاجم الأهلي قدام مساحة كبيرة جدا من غير مدافعين. وعلشان كده مش كفاية إن الأهلي يكون عنده لاعب سريع، الأهم هو توقيت التمريرة وتوقيت الانطلاقة. ودي واحدة من الحاجات اللي أنا شايفها إنها ممكن تكون مفتاح المباراة. وهنا نرجع للأهلي وحسين عموته، لأن أسلوب عموته ممكن يخلي النقطة دي تحديدا في صالح الأهلي. عموته من المدربين اللي بيميلوا للعب المباشر، يعني مش لازم الأهلي يحتفظ بالكرة كتير علشان يبقى خطير. بالعكس، لو الأهلي استرجع الكرة، أول تمريرة بعد الاسترجاع ممكن تكون هي أهم تمريرة في الهجمة كلها، لأن برشلونة في اللحظة دي بيكون طالع بخطوطه لقدام، واللاعبين قريبين من بعض علشان يضغطوا. وبالتالي لو الأهلي لعب بسرعة ونقل الكرة للفراغ بدل ما يدخل في تمريرات كتير تحت الضغط، ممكن يحول استحواذ برشلونة نفسه لمساحة خطيرة وراه. وهنا دور لاعبي الأهلي هيكون مهم جدا، مين هيستلم أول كورة ومين هينطلق ومين هيمرر في العمق. لأن لو الثلاث حاجات حصلت في نفس اللحظة، الأهلي ممكن يوصل لمرمى برشلونة في كام ثانية. لكن هنا في تفصيلة أهم من مجرد إن الأهلي يلعب مرتدات، وهي إزاي الأهلي هيخرج من ضغط برشلونة أصلا. لأن لو كل مرة الأهلي يسترجع الكورة ويرجعها بسرعة لورا، برشلونة هيستفيد أكتر وهيفضل ضاغط بنفس الشكل. المطلوب إن أول تمريرة بعد استرجاع الكورة تكون هادية ومقصودة، وبعدها يحصل نقل سريع للكورة ناحية المساحة الفاضية. يعني الأهلي مش مطلوب منه يجري بالكورة من أول لحظة، لكن مطلوب منه يعرف إمتى يهدي اللعب وإمتى يسرعه.
ولو لاعب الاهلي اللي استلم الكوره عنده الوقت الكافي يرفع راسه ولقى لاعب بيتحرك في ظهر الخط، هنا لازم التمريره تكون مباشره وسريعه قبل ما دفاع برشلونه يلحق يرجع. بمعنى ابسط، الاهلي مش محتاج يهرب من ضغط برشلونه بالجري، الاهلي محتاج يهرب منه بالقرار الصح. وفي اللحظه دي تحديدا هيظهر دور وسط ملعب الاهلي بشكل كبير، لان برشلونه لما بيضغط هيحاول يقفل العمق ويجبر الاهلي انه يلعب على الاطراف. فلو لاعبي وسط الاهلي وقفوا في نفس الخط ومفيش حركه من غير كوره، الخروج هيبقى صعب جدا. ولكن لو واحد من لاعبي الوسط نزل يستلم والتاني اتحرك في مساحه مختلفه ومعاهم جناح يدخل للعمق في التوقيت الصح، الاهلي هيقدر يعمل مثلثات تمرير تكسر ضغط برشلونه بدل ما تستقبل الضغط كله على لاعب واحد. ودي نقطة مهمة جدا، لأن كسر الضغط مش معناه إنك تعمل تمريرة سحرية. أحيانا مجرد تحريك لاعب من مكانه في اللحظة الصح بيفتح لك خط تمرير كامل. ولو الأهلي قدر يعمل ده باستمرار، برشلونة هيضطر يرجع خطوة، وساعتها المساحات اللي وراها هتبدأ تكبر أكتر. بس خلينا نقلب الصورة اللحظة ونسأل، برشلونة هيعمل إيه أول ما الأهلي يكسر الضغط؟ لأن فليك مش هيطلب من لاعبيه يجروا ورا الكورة وخلاص. أول رد فعل بعد فقدان الكورة هيكون محاولة استرجاعها بسرعة. وده معناه إن الأهلي لو نجح في أول تمريرة لسه قدامه خطوة تانية مهمة جدا. التمرير التاني لازم يطلع من منطقة الضغط. ولو الأهلي كسر أول لاعب أو اتنين وبعدين وقف، برشلونة هيلحق يرجع يضغط من جديد. لكن لو أول تمريرة خرجت من الضغط والتانية راحت ناحية المساحة، ساعتها التحول هيبقى أسرع وأخطر. وده يخلينا قدام معركة من ثانيتين أو ثلاثة بعد فقدان الكورة. برشلونة عايز يرجعها فورا، والأهلي عايز يستغل اللحظة دي ويحولها لهجمة. طيب لو الأهلي استرجع الكورة ووصل للتلت الهجومي، هنا لازم ننتبه لحاجة مهمة جدا. مش كل هجمة لازم تنتهي بتسديدة، لأن برشلونة لما بيفقد الكورة وبيبدأ يرجع، المساحات اللي كانت موجودة في ظهر الدفاع هتبدأ تقفل بسرعة. عشان كده الأهلي محتاج يختار اللحظة اللي يهاجم فيها المساحة، ولو المساحة اتقفلت يحتفظ بالكرة ويعيد بناء الهجمة من جديد بدل ما يجبر نفسه على تمريرة صعبة. وفي رأيي دي هتكون علامة مهمة جدا على نضج الأهلي في المباراة. هل هيعرف يفرق بين اللحظة اللي لازم يضرب فيها بسرعة واللحظة اللي لازم فيها يحتفظ بالكرة؟ لأن اللعب المباشر مش معناه إننا نلعب كل كرة لقدام وخلاص، لكن معناه إننا نستغل المساحة أول ما تظهر قبل ما تختفي. وهنا ندخل على واحدة من أهم المعارك في المباراة، المساحة بين خط وسط الأهلي ودفاع برشلونة. لأن برشلونة ممكن يطلع بخط دفاعه لقدام جدا، لكن ده مش معناه إن كل المساحات هتكون في ظهر الدفاع بس. أحيانا أخطر مساحة هتكون المنطقة اللي بين لاعبي الوسط والدفاع، خصوصا لو الأهلي قدر يسحب واحد من لاعبي برشلونة ناحية الطرف ويفتح مكان في العمق. هنا لاعب الأهلي اللي بيستلم بين الخطوط هيبقى عنده اختيارين، يا إما يلف ويواجه الدفاع، يا إما يستغل الحركة اللي حواليه ويمرر في المساحة. وعشان ده يحصل لازم لاعبي الأهلي يتحركوا من غير كورة باستمرار، لأن اللاعب اللي بين الخطوط مش هيقدر يعمل حاجة لو كل اللي حواليه واقفين. يعني ممكن لاعب يسحب مدافع، لاعب تاني يهاجم المساحة، واللاعب التالت يستلم الكرة في المكان اللي اتفتح. دي مش مجرد تمريرة بين الخطوط، دي سلسلة حركات لازم تحصل قبل التمريرة أصلا. لكن لو بنتكلم عن المساحة بين الخطوط، لازم نسأل السؤال الأهم، مين من لاعبي الأهلي يقدر يستغلها؟ وهنا مش عايزين نحط اسم لاعب لمجرد إننا عايزين نقول اسم لاعب وخلاص. كل لاعب لازم يكون ليه دور واضح في الخطة. اللاعب اللي هيستلم بين الخطوط لازم يكون عنده القدرة إنه يستلم تحت الضغط ويلف بسرعة، أو على الأقل يجذب لاعب من برشلونة ويطلع الكرة للاعب اللي داخل المساحة. وفي المقابل اللاعب اللي حواليه لازم يتحرك علشان يفتح له زاوية التمرير الجديدة. يعني لو الأهلي لعب بثلاث لاعبين في الوسط، مش مهم عددهم قد ما المهم المسافات بينهم وحركتهم وقت استلام الكرة. لو المسافات قريبة بزيادة، برشلونة هيقفل عليهم بسهولة، ولو بعيدة زيادة الأهلي هيفقد الترابط، وبالتالي التوازن هنا هيكون أهم من الأسماء نفسها. وفي الناحية التانية الأهلي لازم يكون حذر جدا، لأن برشلونة بيبدأ يهاجم من الأطراف. لأن لو الجناح جذب ظهير الأهلي ناحية الخط والظهير تقدم معاه، ممكن تظهر مساحة في المنطقة اللي وراه أو بينه وبين قلب الدفاع. وهنا برشلونة مش محتاج عدد كبير من التمريرات عشان يستغلها، مجرد حركة من الجناح مع تقدم الظهير ومع لاعب وسط داخل من العمق ممكن تعمل تفوق عددي من ناحية واحدة في الملعب. عشان كده دفاع الأهلي لازم يفضل متماسك، ومش كل لاعب يخرج من مكانه لمجرد إنه شايف الكرة قدامه. المطلوب إن الفريق كله يتحرك كوحدة واحدة. لو لاعب خرج للضغط، لاعب تاني يغطي مكانه، وقلب الدفاع يفضل محافظ على المسافة بينه وبين الظهير. لأن قدام برشلونة غلطة واحدة في التمركز ممكن تتحول من مجرد تمريرة
على الطرف لفرصة حقيقية قدام المرمى. وعلشان الأهلي يقدر يدافع قدام برشلونة بالشكل ده، أنا شايف إن الدفاع المتوسط هيكون أهم من الضغط العالي طول الوقت. لأن لو الأهلي حاول يضغط برشلونة من أول ملعبه لمدة 90 دقيقة، ممكن يفتح مساحات كبيرة جدا ورا خط الوسط، وبرشلونة عنده الجودة اللي تخليه يخرج من الضغط ويستغل المساحة دي. لكن لما الأهلي يرجع لمسافة متوسطة ويخلي الخطوط قريبة من بعض، هيقدر يقفل العمق ويجبر برشلونة إنه يلعب على الأطراف. وساعتها الهدف مش إن الأهلي يمنع برشلونة من الاستحواذ تماما، لأن ده شبه مستحيل. لكن الهدف إنه يخلي الاستحواذ في الأماكن اللي الأهلي عايزه يستحوذ فيها. يعني برشلونة ممكن يبقى عنده الكورة لكن بعيد عن المنطقة الخطر، والأهلي يفضل مستني اللحظة اللي يقطع فيها الكورة ويبدأ التحول السريع. لكن الدفاع المتوسط لوحده مش كفاية، لأن الأهلي لازم يكون عنده لحظة واضحة يقرر فيها إنه يضغط. يعني مش كل ما الكرة بتوصل للاعب من برشلونة نطلع عليه ونسيب أماكننا. الضغط لازم يحصل لما الكرة تروح لمكان مناسب، زي تمريرة بطيئة، أو لاعب استلم وظهره للملعب، أو تمريرة راحت للطرف وقفلنا عليه خط الرجوع للعمق. ساعتها الأهلي يقدر يضغط كذا لاعب في نفس المنطقة ويسترجع الكرة، ويبدأ التحول قبل ما برشلونة يلحق يرجع يتمركز. ودي نقطة مهمة جدا في مواجهة فريق زي برشلونة. مش عدد مرات الضغط هو اللي يهم، لكن اختيار اللحظة اللي تضغط فيها هو الأهم. لو الأهلي اختار اللحظة الصح، ممكن يحول دفاعه من مجرد تراجع وانتظار للهجمة إلى وسيلة لصناعة الفرصة. وهنا بقى نرجع تاني لسلاح عمود، لأن كل الكلام اللي فات عن الضغط والخروج منه والمساحات اللي ورا دفاع برشلونة، في النهاية لازم يتحول لحاجة واحدة: فرصة حقيقية للأهلي. والأهلي لما يسترجع الكورة، مش لازم كل اللاعبين يجروا لقدام في نفس اللحظة. بالعكس، لازم يبقى في لاعب يستلم أول تمريرة، ولاعب يوسع الملعب، ولاعب تالت يبدأ الانطلاق في العمق. الفكرة إن برشلونة لو فقد الكورة ولقى الأهلي كله واقف مكانه، لقى الأهلي كله واقف قدامه، هيقدر يرجع بسرعة ويقفل المساحات. لكن لو الأهلي عمل أول حركة ناحية طرف وبعدين عمل حركة عكسية في العمق، ممكن يجبر دفاع برشلونة إنه يتردد، يطلع ولا يرجع، يقفل مين. وهنا بالضبط بيظهر تأثير اللعب المباشر، مش في سرعة التمريرة بس، لكن في سرعة اتخاذ القرار بعد استرجاع الكرة. وفي النهاية لو عايزين نلخص المعركة كلها في صورة واحدة، هنلاقي إن الأهلي عنده فرصة حقيقية لو لعب على نقطتين في نفس الوقت: يقفل العمق من غير كورة، ولما يسترجعها هيضرب المساحة بسرعة. برشلونة هيحاول يرفع الخط ويضغط الأهلي في مساحة صغيرة، والأهلي لازم يكون صبور وهو بيدافع، لكن سريع جدا أول ما يسترجع الكورة. لأن كل ثانية برشلونة بيكون فيها متقدم بخطوطه هي نفس الوقت فرصة للأهلي لو عرف يخرج من الضغط ويكسر الخط في التوقيت الصح. وده اللي يخلي المباراة مثيرة تكتيكيا، لأن الفريقين ممكن يستخدموا نفس المساحة بطريقة مختلفة. برشلونة عايز يصغرها قدامه، والأهلي عايز يحولها لمساحة يهاجمها ورا الدفاع. بس قبل ما نختم، في نقطة لازم ناخد بالنا منها: الأهلي مش مطالب إنه يلعب مباراة مثالية. دي مواجهة قدام برشلونة، وفي مباراة بالطبيعة دي أكيد هيكون في فترات الأهلي مش هيكون فيها قادر يخرج بالكورة أو يفرض أسلوبه. المهم إن الفريق يبقى عارف يعمل إيه في الفترات دي. لو برشلونة سيطر، الأهلي يحافظ على المسافات بين الخطوط وما يفتحش الملعب. ولو الأهلي استرجع الكورة، ما يضيعش أول فرصة للتحول. ولو ظهرت المساحة خلف الدفاع، لازم التمريرة والانطلاقة يجوا في نفس اللحظة، لأن التفاصيل الصغيرة دي هي اللي ممكن تفرق بين هجمة عادية وهجمة تخلي برشلونة نفسه يتراجع. ولو هنطلع من المباراة دي بثلاث رسائل تكتيكية واضحة: فأول رسالة هي إن الأهلي لازم يتعامل مع الضغط العالي من غير خوف، لأن مجرد إن برشلونة بيضغط مش معناه إن الحل هو التخلص من الكورة. تاني رسالة إن اللعب المباشر عند عموتة ممكن يبقى سلاح مهم جدا، لكن بشرط إن التمريرة الأولى والحركة اللي بعدها يكونوا في التوقيت الصح. وتالت رسالة وهي الأخطر: إن الأهلي لازم يفضل مركز طول الوقت في التعامل مع الخط العالي ومصيدة التسلل، لأن نفس السلاح اللي ممكن يمنع الأهلي من بناء الهجمة، ممكن في لحظة واحدة يتحول لمساحة خطيرة جدا لو الأهلي كسره بالتوقيت المناسب. وبالتالي المباراة مش هتتحسم بالاستحواذ ولا بعدد التمريرات، قد ما ممكن تتحسم في لحظات قليلة جدا: مين هيفهم المساحة أسرع، ومين هياخد القرار الصح قبل التاني. وفي رأيي هنا بالظبط هنقدر نعرف إذا كان الأهلي داخل المباراة عشان يواجه برشلونة وخلاص، ولا داخلها بخطة تقدر فعلا تسبب له مشاكل. لأن الفرق الكبيرة مش بتتغلب عليها بإنك تمنعها من كل حاجة، لكن بإنك تجبرها تلعب بالطريقة اللي أنت عايزها. الأهلي لو قدر يقفل العمق ويخلي برشلونة يروح للأطراف، وبعدها يستنى اللحظة المناسبة لاسترجاع الكرة والانطلاق، هيقدر يقلل من خطورة برشلونة ويصنع لنفسه فرص. لكن لو الأهلي اتسحب ورا الكورة وبدأ يفتح المساحات بين خطوطه،
او فقد الكرة بسهولة بعد استرجاعها، ساعتها برشلونة هيستفيد من كل المساحات اللي الاهلي هيسيبها. المباراة اذا هي مش بس معركة استحواذ بس، دي معركة مساحات وقرارات وتوقيت. وفي الاخر لو هنسأل ايه اللي الاهلي محتاج يعمله عشان يخرج من المباراة باكثر استفادة، الإجابة عندي مش إنه يحاول يقلب برشلونة، ولا إنه يدخل يدافع 90 دقيقة. الأهلي محتاج يلعب بشخصيته، لكن بشخصية محسوبة، يدافع بخطوط قريبة ويقفل العمق ويختار لحظة الضعف أو لحظة الضغط، وأول ما يسترجع الكورة يبقى عنده قرار واضح. هل المساحة موجودة؟ لو موجودة نضربها فورا، لو مش موجودة نحتفظ بالكورة ونبدأ من جديد. وده بالذات اللي يخلي أسلوب عموتة مناسب للمواجهة، لأنه مش محتاج يملك الكورة طول الوقت عشان يصنع خطورة، لكن محتاج يعرف إمتى يهاجم وإمتى يصبر. ولو الأهلي نجح في المعادلة دي، برشلونة هيفضل هو الفريق الأكثر استحواذا في أغلب فترات المباراة، لكن مش بالضرورة يكون هو الفريق الأكثر راحة. لكن في سؤال أخير مهم جدا: هل الأهلي عنده الجرأة إنه يستغل أخطر نقطة في طريقة برشلونة؟ لأن الكلام سهل على السبورة، لكن التنفيذ داخل الملعب مختلف تماما. كسر الخط العالي محتاج تمريرة في اللحظة المناسبة، ومحتاج لاعب يتحرك قبل ما المدافع ياخد قرار التقدم، ومحتاج باقي الفريق يكون جاهز يكمل الهجمة. ولو التوقيت اتأخر جزء من الثانية، مسار التسلل هتشتغل وينتهي كل شيء. لكن لو التوقيت اتظبط، الأهلي ممكن يتنقل من الدفاع للهجوم في ثواني قليلة جدا. وده السبب اللي مخليني شايف إن اللعب المباشر والتحولات مش مجرد اختيار تكتيكي للأهلي في المباراة دي، لكن ممكن يكون أهم طريق لصناعة الخطورة. وفي النهاية لازم نفتكر إن المباراة دي رغم إنها ودية، لكنها بالنسبة للأهلي فرصة كبيرة جدا علشان يعرف هو وصل لفين قدام فريق عنده مدرسة كروية مختلفة تماما. وبرشلونة كمان مش داخل يلعب بشكل عشوائي، هو عنده أفكار واضحة في الضغط، وفي رفع خط الدفاع، وفي محاولة استرجاع الكرة بسرعة بعد فقدانها. بالتالي نجاح الأهلي مش هيكون معناه إنه يستحوذ أكتر أو يمنع برشلونة من اللعب، لكن إنه ينفذ أفكاره هو بشكل أفضل. ولو قدر يعمل ده ويستغل اللعب المباشر ويكسر مصيدة التسلل ويحافظ على تماسكه من غير الكورة، فحتى لو برشلونة كان الطرف الأقوى في المباراة، الأهلي يقدر يطلع منها بمواقف هجومية حقيقية وباختبار قوي جدا قبل الموسم الجديد. وفي حاجة أخيرة لازم نحطها في دماغنا قبل المباراة: الأهلي مش هيلعب ضد برشلونة عشان يثبت إنه أفضل من برشلونة، لكن علشان يثبت إن عنده حلول قدام فريق من النوع ده. لو الأهلي قدر يخرج من الضغط ويمنع برشلونة من اختراق العمق ويستغل المساحة خلف خط الدفاع، يبقى حتى الأخطاء اللي هتحصل أثناء المباراة هتبقى أخطاء قابلة للتصحيح. لكن لو الأهلي فقد شخصيته وفضل طول الوقت بيجري ورا الكورة، ساعتها حتى أفضل تنظيم دفاعي مش هيكفي. عشان كده أنا منتظر من عموته تحديدا إنه يخلي الأهلي هادئ من غير كورة، مباشر بالكورة، سريع جدا في التحول من حالة الدفاع للهجوم. ودي في رأيي المعادلة اللي ممكن تخلي الأهلي يقدم مباراة كبيرة، حتى لو برشلونة كان هو الطرف المسيطر في الاستحواذ. وبالتالي لو هنحط توقع تكتيكي للمباراة قبل ما نشوف التشكيل الرسمي، فأنا شايف إن الأهلي الأفضل له يبدأ بحذر من غير خوف، ما يديش برشلونة المساحة اللي يحب يلعب فيها، وفي نفس الوقت ما يدفنش نفسه جوه منطقة الجزاء. الخطوط تكون قريبة والضغط يبقى محسوب، وأول ما الكرة تتقطع الفريق يتحول بسرعة جدا للهجوم، لأن برشلونة ممكن يملك الكرة ويضغطك. لكن لو الأهلي قدر يخليه يجري للخلف بدل ما هو اللي يجري ورا الكورة، المعادلة هتتغير تماما. وده هو الاختبار الحقيقي لعموته: هل يقدر يحول شخصية الأهلي في اللعب المباشر إلى سلاح من غير ما يخسر توازن الفريق؟ والإجابة على السؤال ده هنبدأ نعرفها من أول دقيقة في المباراة. وبكده نقدر نقول إن المعركة التكتيكية الأساسية في المباراة واضحة: برشلونة عايز يضغط ويصغر الملعب، والأهلي عايز يكسر الضغط ويكبر الملعب. وفي اللحظة دي ويكبر الملعب في اللحظة اللي يسترجع فيها الكورة. برشلونة هيراهن على الخط الأمامي ومصيدة التسلل عشان يمنع الأهلي من الوصول لمرماه، والأهلي هيراهن على اللعب المباشر والتحولات علشان يستغل المساحة اللي ورا الخط ده. لكن في النهاية كل ده هيفضل مجرد أفكار على ورق لحد ما نشوف التنفيذ. وعشان كده الحلقة الجاية هتبقى أهم خطوة قبل المباراة، لأن وقتها هنقدر نبني على آخر أخبار الفريقين ونشوف مين الأقرب يبدأ، وإزاي عموته ممكن يترجم كل الأفكار دي لتشكيل وخطة واضحة على أرض الملعب. كلامنا النهارده خلص، انما الكلام على ملعب القهوه ما بيخلصش. لو عجبك التحليل ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في ملعب القهوه، وفعل الجرس عشان كل تحليل جديد يوصلك اول ما ينزل. واكتب لي في الكومنتات ايه رايك: الاهلي يقدر يستغل نقاط الضعف برشلونه ولا لا؟ نشوفكم في الحلقه الجايه. سلام يا كباتن.